السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. يا جمال كأس العالم قطر، يا حلاوة المتعة والإثارة وكرة القدم. كرة القدم متعة، كرة القدم حاجة جميلة جدا جدا. منافسات قوية، مونديال قوي جدا. مونديال ممتاز. في إثارة، في متعة، في مفاجآت. وفي حاجات متوقعة كتير جدا. الارجنتين وهولندا زي ما قلت لكم كان ماتش قوي جدا. واتكلمت فيه قبل كده من قبل ما يحصل، وقلت ان الماتش ده هيبقى جامد جدا. الارجنتين في الاتجاه الحلم. ميسي ورفاقه واللعيبه وزمايله كلهم في اتجاه حلم. هولندا عندها مشكله، ان هي كانت عايزه ترجع تاني وتثبت نفسها وتظبط حاجات كتير قوي، ان هي بعودة الماتش ده وتوصل دور الثمانية، ان هي هولندا. الماتش ده كان قوي، الماتش ده مهم قوي، وصول الارجنتين وميسي اتجاه الحلم. الماتش التاني كرواتيا والبرازيل. كرواتيا والبرازيل ما اعتبروش مفاجأة. البرازيل اخر 10 سنين زي ما قلنا في السريع كده، ان هم ما بقوش مهتمين قوي، ما عندهمش الحمية ولعب البرازيل اللي هو كان يخد اي حد. بقى فيه لعيبه بتتدلع. سوري. والموضوع ما بقاش عندهم حمية الفوز كده. كوبا امريكا ماسكين الماتش كله قصاد الارجنتين وفي الاخر خسروا. وما اعرفش انا لحد دلوقتي ايه العداء، يعني مش عارف ايه السبب يعني. ما بين الارجنتين والبرازيل. ايه المشكله في الموضوع دوت؟ يعني ايه المشكله في الارجنتين والبرازيل والعداء اللي ما بينهم؟ يعني ليه ده بيخسر ده يفرح، وده يخسر ده يفرح، وبيتمنوا العداء لبعض؟ هما ما اتقابلوش اصلا غير في كوبا امريكا، او اتقابلوش اصلا في الحقيقه في كاس العالم او غيره، غير كام مباراه كده على السريع يعني. يمكن هل التحدي راجع لبيليه ومارادونا في الاستفتاءات زمان، ان بيليه عامل اكبر ارقام بس مارادونا هو الافضل، وسيظل بيليه هو الافضل في الارقام. ومارادونا هو الامهر على وجه الارض، هو الافضل كلاعب كوره. الى ان كسر الرقم الاسطوره كريستيانو رونالدو في موضوع الارقام. بقى الهداف التاريخي المنتخبات، بقى يعني هو كسر كل الارقام ديت. فكريستيانو هو الافضل دلوقتي بعد مرور 50 سنه مثلا من استحواذ هذه الارقام للاسطوره بيليه. فده المشكله بين البرازيل والارجنتين. انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه المشكله ما بينهم يعني. ثانيا، عندك المغرب والبرتغال. طبعا خروج البرتغال ده شيء مشرف جدا للمغرب. انا واحد من الناس اللي كنت بشجع ما بين نارين، ما بين العروبه اللي اكلاني قوي واكلاني قوي، وما بين ان انا يعني فرحان بان في منتخب مغربي عربي، منتخب مغرب، منتخب عربي، منتخب اسلامي، منتخب افريقي بيعمل الانجازات دي كلها مع البطوله الجديده ان هي هتبقى 48 فريق. آه، 48 فريق، فهيصعد 9 من قارة افريقيا. ودي هتزود الفرص قوي وتظبط الكلام علينا كمنتخب مصر، اللي انا اتمنى. انا مش عارف ايه المشكله. انا غيور جدا من المنتخب المغرب، انا غيور قوي من الاتحاد المغربي، من اللي شغالين في الفيفا، من اللي شغالين في الاتحاد الافريقي، من اللي قائمين. اي حد قائم على المغرب فعلا بيتعاملوا لصالح الفريق وبيتعاملوا لصالح الكوره. الاتحاد حاجه قويه. انا غيور، انا نفسي يعني احنا ليه عندنا احنا مش كده؟ يعني ليه احنا ما يحصلش الكلام دوت؟ ليه الاتحاد المصري ما يساعدش الفرق، ما يساعدش اللعيبه، ما يساعدش الناس على التطور؟ ليه دايما احنا بنفسد؟ ليه دايما بيحصل مشاكل؟ ليه بنوقع الكره المصريه؟ انا غيور جدا للموضوع دوت. المنتخب المغرب منتخب يشرف اي حد، فانا كنت ما بين نارين في التشجيع، ما بين لاعب اسطوره انا بحبه من 20 سنه، تابعته من اول ما طلع وعنده 17 سنه، او يعني اول ما شفته بيلعب في منتخب البرتغال كان بدايته ناشئ لسه. كان لسه بيلعب في البرتغال تقريبا في الفرق هناك، ما كانش لسه راح مانشستر والكلام دوت. فكنت شفته في منتخب البرتغال مع جنب لويس فيجو، فكنت مغرم بيه. قعدت اتابعه من قبل ما يتشهر، من قبل ما يتألق، من قبل ما يروح مانشستر، وابتديت اعلى معاه واحبه لغايه ما بقى الاسطوره بالارقام بالاحداث بكل شيء في منتخب البرتغال. هو خسر يعني، الخساره راجعه لسانتوس، الخساره راجعه لسانتوس، الخساره العند. ما بينكم صداقه ايا كان هو، يعني مش كريستيانو اللي يقعد، مش كريستيانو يعني حتى وجوده في الفرقه قائد. هو اسطوره، هو مش ده اللي يتكسر. كريستيانو مش مكسور يا جماعه. كريستيانو مش نهايه مظلمه، نهايه تاريخ لاعب من اقوى وافضل اللعيبه في الموضوع. كريستيانو وميسي. انا عايز اقول لكم على حاجه على موضوع ميسي. ميسي كان في بداياته مهمل جدا،
مهمل في التغذيه، مهمل في كل حاجه. كان بينزل مباراه يرجع، كان بياكل شوكولاته وبيبسي واكل غير مغذي. كان اكله كله مش صحي. لغايه ما كان بيتعب في المباريات. فالدكاتره نصحوه بالاتجاه. في نفس الوقت انت كان عندك لاعب منافس اسمه كريستيانو رونالدو، لاعب بيعمل حميه غذائيه، لاعب بيتمرن الصبح وبالليل ويروح قبل اللعيبه وبيتمرن في المنزل يعني، ولعيب مهتم جدا. كريستيانو هو بعد بيكهام اللي صنع برستيج للكوره. يعني هو برستيج اللاعب وبرستيج برستيج للكوره. هو اللي عمل برستيج، هو اللي عمل شكل لجسمه لصحته. هو فاكيد المنافسه دي وقتها ما بين كريستيانو والصحه هي اللي ساعدت على ميسي وجود. يعني لولا وجود كريستيانو والمنافسه الحقيقيه على افضل لاعب في وجود ميسي، ميسي ما كانش هيبقى بهذه الشكل، ما كانش هيبقى بهذا الشكل. ميسي هو كان مهمل. ميسي كان مهمل، كان بيعتمد على موهبته بس. فعندك واحد تاني كان بيعتمد على الموهبه وعلى الاداء وعلى الصحه، وحط دراسه للاعب الكوره. ابتدت تبقى هي دي يعني سيستم للعيبه بعد كده. حتى الاطباء في الفرق بقوا بيتخذوا حميه غذائيه للعيبه، واللي ما بيلتزمش بيها ممكن يتعاقب. وده مشكله يعني، بدليل ان بنشوف لاعب في مطعم الفلاني او سهر في الفلاني، فالكلام ده بقى فيه عقوبه في الانديه. مش عايز اطول كتير قوي، نرجع للمغرب. فرحتي يعني على قد ما زعلت ان انا لعيب بحبه خرج، وكان نفسي في نهايه مسيرته يحقق حاجه، على الرغم من فرحتي بالمغرب. طب المغرب هم قاعدين في ناس تصريحين كده في السريع يقول لك ايه، اصل الكلاحه الكرويه. ايه الكلاحه الكرويه دي؟ بقت كوره، بقى سيستم كوره، بقى لعب. يعني بقى سيستم كوره. انت دلوقتي لما عندك فريق بيدافع وبيعتمد على الهجمه المرتده وبيحاول ينظم وبيقفل على فرقته، ده جميل. الجميل ده لو انت بتدافع ما تلعبش كوره. يعني فالكلاحه ايه كلاحه؟ هو كل واحد فرقته هتخرج هيقعد يقول لي اصل الكلاحه الكرويه، او بيشجع فرقه في كاس العالم هيقعد يقول لي الكلاحه الكرويه، هيقعد يقول لي ده كاس عالم ضعيف. لا، كاس عالم قوي جدا، كاس عالم من افضل كؤوس العالم. وانا قلت الموضوع ده ليه؟ يضيف عليه الضيافه والاستضافه والهدايا والكلام ده كله. المغرب عامله فرقه حلوه. المغرب يعني موضوع ان هم واخدين امهاتهم دي حاجه جميله جدا، دي دعوه احسن من فريق منتخب مصر اسست بيه لما رحنا كاس الامم الافريقيه، ولا رحنا كاس العالم رايحين الهام شاهين والناس اللي بتدفع. يا جماعه التشجيع ليه ناسه، التشجيع ليه ناسه. الناس لعيبه الكوره واخده امهاتهم، غير ان اللي بيشجع يعني ده فريق ده الجمهور. فانت عندك يعني احنا عايزين الجمهور بجد، عايزين الكوره ترجع في مصر بجد. تحيه للمغرب، ويا رب يا رب يا رب نوصل نهائي. المغرب زودت بوصولها. في ناس طبعا يعني قال لك وليد الركراكي شتم صحفي مصري او اتكلم على مصر وبتاع. انا ليه بشجع المغرب؟ انا بشجع المغرب عشان هو فريق عربي. بشجع المغرب عشان هو فريق عربي. لكن وقت ما انا هنافسه، ما اكيد هو مش هيبقى حبيبي، هو مش حبيبي. وقت ما انا هنافسه يعني هنبقى منافسين، هو مش حبيبي. لازم يتكلم عليا وحش وانا اتكلم عليه وحش. لكن احنا بنتكلم على فرقه بتنافس باسمي او باسم العرب في مكان تاني. اشجعه ماشي، اشجعه، لكن وقت المنافسه بينا مش هنكلم بعض حلو. فانا بشجع المغرب لان هي من اقرب حاجه ان هي خلت فرص المشاركه الافريقيه 11 فرقه بوصولها لنصف النهائي. نتمنى وصولها النهائي، نتمنى يا رب ان شاء الله. تخيلوا انجاز ان هم اول فريق عربي وافريقي يوصل نصف النهائي. تخيلوا الانجاز ان احنا نرفع كاس العالم لدوله عربيه في مونديال عربي في اراضي عربيه. احساس رهيب بالفخر. يا رب المغرب توصل. وتحيه لكل مغربي وكل عربي، وتحيه لقطر. سلام عليكم.